الحقيقة كاملة في موضوع أحمد فتوح وعبد الله جمعة. المستشار مرتضى منصور طلع علينا أمس في قناة الزمالك وقال إنه الاتنين لاعبين دول بياخدوا مخدرات وبيتناولوا مخدرات ومعروضين للبيع ويلعبوش المباراة عشان كده. الحقيقة خلاف ذلك. الحقيقة إن أحمد فتوح وعبد الله جمعة اتخانقوا مع بعض قبل المباراة الداخلية، ومسكوا بعض واتهموا بعض إنهم بيشتغلوا لصالح امير مرتضى منصور. ده عصفوره وده عصفوره، واتهموا بعض وتناولوا بعض بالسباب والضرب قبل المباراه، مما عمد اليه مدرب استبعادهم من المباراه حفاظا على باقي زملائهم. ده اللي حصل بالظبط قبل المباراه. لا في مخدرات ولا حاجه، لكن هو المستشار بيقول انهم معروضين للبيع عشان المخدرات، لكن دي مش حقيقه، لكن هم مسكوا ببعض بسبب امير مرتضى منصور.